ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهاردة حكاية حقيقية واقعية بنحكيها ليكم للعبرة والتعلم والموعظة، وطبعا في انتظار نصائحكم القيمة لشخصيات القصة. حكايتنا بتحكي وبتقول: أنا اسمي سلوى، عايشة في الأرياف، يعني في منطقة كلها فلاحين. من وأنا صغيرة والناس كلها عينيهم عليا، كان بيتقدم لي عرسان كتير قوي من صغري، بس طبعا أنا ما كنتش بوافق. كان حلمي إني أتجوز واحد غني ومعاه فلوس كتير، وواحد يكون عنده مستقبل لقدام. لحد ما جالي واحد وكان لقطة، وكان فرصة بالنسبة لي. شاب كان حلو جدا ووسيم، طول بعرض، وكان جميل جدا وجذاب. وغير ده كله كان متريش ومعاه فلوس كمان. كان عنده طموح، يعني في كل حاجة أي واحدة تحلم بيها. فرحت قوي قوي لما جالي، وقلت يا هو يا بلاش. ووافقت عليه على طول من غير حتى ما أفكر، وأهلي كمان كانوا فرحانين بيه جدا، وكل حاجة كانت ماشية زي الفل. بس اللي اكتشفته بعد كده، ولقيت كل همه الشغل وبس. انا كنت فرحانه قوي في الاول، وقلت هو ده اللي هيأمن مستقبلي انا وعيالي، وهعيش معاه وانا مطمنه، علشان حياتنا متبقاش صعبه زي حياة كتير من الناس اللي بيكونوا حواليا. يعني كنت دايما لما كنت بشوف اتنين متجوزين وبينهم وبين بعض مشاكل بسبب الفلوس، دايما كان بيجي في بالي على طول، وكنت بقول لنفسي يا ترى هعمل ايه لما اتجوز. ودي كانت عقدة حياتي، لاني ما كنتش عايزة اتجوز واحد فقير يعيشني انا وولادي محرومين. عايزة اعيش مرتاحة. المهم بعد ما اتجوزت احمد ده كان شاب مكافح جدا. كل همه كان بكرة، وكان يعني بيسعى ان هو يطور من نفسه ويكبر شغله، وده اللي كان مفرحني بيه قوي. بعد الجواز بفترة قليلة جدا بدأ ان هو يعني يركز في شغله اكتر، وقال ان انا عايز اعمل مستقبل لينا ولولادنا، علشان اكيد هيبقى عندنا ولاد، وانا عايزك تجيبي لي ولاد كتير، ومش عايزين نكون محتاجين لاي حد. قلت له انا معاك، ومن ايدك دي لايدك دي. اشتغل هو في العقارات، وابتدى واحدة واحدة في الشغل من الصفر، وكل فترة كانت الدنيا معانا بتتوسع بشكل مش طبيعي، وكان ربنا بيكرمه. يعني اي حاجة كان بيشتغل فيها ربنا كان بيفتح عليه، وكان بيكرمه من واسع. بعد فترة جوزي احمد ابتدى بقى ان هو يتخانق معايا ويتضايق مني، وقعدت كام سنة كده كنت بخلف فيهم، وحياتنا اتبدلت واتغيرت في كل حاجة. بس اكتر حاجة بقى كانت بتضايقني منه ان هو كان دايما بيتريق على شكلي، بيقول لي انت ست مش نضيفة، فين جمالك؟ راح فين؟ مالك؟ فيكي ايه؟ كل ما ادخل الاقيكي ريحتك كده بصل وتوم، ريحتك معفنة، ريحتك مش حلوة. ما بتغيريش هدومك ليه؟ ما بتهتميش بنفسك ليه؟ الصراحة انا عمري ما حسيت ان كلام جوزي ليا ده حقيقي، بالعكس كنت دايما ببقى شايفة نفسي اني انا حلوة وجميلة، وما كنتش بهتم ابدا بكلامه. ولا مرة واحدة بس حاولت ان انا اغير من نفسي، رغم اني انا بقيت اتخنق واتضايق من كلامه، بسبب ان هو على طول كان بيهمني وسايبني. كان طول اليوم في الشغل، ولما يخلص شغله ويجي البيت الاقيه راح يقعد على القهوة او راح عند اصحابه. لما تعبت وزهقت، ولما كنت بتكلم معاه يقول لي خلي الكلام ده لواحدة حلوة، واحدة نظيفة، واحدة مهتمية بنفسها، لكن انتي تطفشي احسن راجل من البيت. كلامه ده كان بيضايقني جدا وكان بيعصبني قوي، وكنت بزعل. بس رغم كده عمري ما فكرت ان انا يعني احط كلامه ده في دماغي. كنت بقول ده بيستهبل ومش حاسس بقيمة النعمة اللي في ايده، لاني انا كنت حلو بشهادة كل الناس اللي حواليا. كتير كانوا بيتمنوا بس كده اني انا اكون من نصيبهم، كتير كان نفسهم اني انا كنت اوافق عليهم ويتجوزوني. واكتر من واحد كان بيشوفني بعد الجواز وكان بيقول لي يا خسارة مرضتيش بيا ليه، وانا كنت بضحك وادور وشي الناحية التانية وما كنتش بهتم. وفي الاخر جوزي نفسه مش حاسس بقيمة الحاجة اللي في ايده. المهم في خلال كام سنة كده الاولانيين بتاعت جوازي ربنا كرمنا وبقى عندنا بنتين وولد. وقتها احمد الشغل كان ضارب معاه في العالي قوي، وساعتها جاب ايراد ارض وبنى عليه بيت، وقال ان احنا هنخلي بيتنا الجديد ده كل حاجة فيه جديد في جديد، يعني هنجدد كل حاجة في بيتنا. فرحت قوي قوي وحسيت ان الدنيا هتلعب معانا. ما هي اصلا كانت لعبة معانا وماشية، بس هو لو يبقى معايا كويس في الموضوع التاني ده، طبعا انتم فاهمين، انا مش هيبقى ناقصني حاجة خالص. ولان الانسان دايما بيدور على الحاجة اللي ناقصاه، وابتدينا انا وهو ان احنا نشد مع بعض كتير كتير جدا بسبب العلاقة الزوجية، لان هو كان بيهمني فيها، كان بيهمني فيها جدا. ولما كنت بكلمه وعاتبه يقول لي يا شيخة روحي نضفي نفسك بس الاول، روحي اجري كده واعملي اي حاجة زي الستات اللي بتعملها، مش قاعدة بعفنتك كده وعمالة بتتكلمي. وانا بجد
بروح ابص في المرايه واقول هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ هو مش شايف جمالي؟ مش شايف جسمي؟ مش شايف شكلي ايه اللي هو بيقوله ده؟ يعني انا بعمل ايه؟ يعني بشيل شغل البيت وطلبات البيت، حاجه غريبه جدا. ومع الوقت بدأ الموضوع انه يزيد ويزيد، وانا كنت بحاول اكبر دماغي علشان ما عنديش استعداد اني ارجع بيت اهلي تاني. لكن بعد كده لقيته بيقول لي بصي يا بنت الحلال، انت لو ما تعدلتيش معايا انا هطلقك. قلت له ازاي بتتكلم معايا كده؟ قال لي زي ما بقولك كده، ما ينفعش الكلام ده. انا بشوف ستات بتبقى مش حلوة بس ريحتهم حلوة يا ستي، مهتمين بنفسهم. انت عايزاني ابص بره ولا ايه؟ ولا عايزاني اتجوز عليكي؟ ولا عايزة ايه بالظبط؟ ولا من بجحتك كمان انك بتطلبي مني العلاقة. طب لما تعملي اللي انا عايزه الاول منك، اهتمي بنفسك ونضفي نفسك، خلي ريحتك حلوة وغيري هدومك قبل ما اجي البيت. انا بجيب لك احسن لبس وكل حاجة بجيبها لك، ولو عايزة اي حاجة من اللي الستات بتعملها علشان تهتمي بنفسك اطلبي بس وانا مش هتأخر عليكي. قلت له هو انت بتقعد معايا في البيت يعني؟ قال لي طيب اعملي انت بس الاول وشوفي انا هعمل ايه. المهم هو اتمسك برأيه، وانا كمان كان عندي شوية عند كده، مش عارفة ايه سبب العند ده. فضلت انا كمان متمسكة برأيي وشايفة ان هو ما عندوش حق ورأيه فيا غلط. ويوم بعد يوم بقت الخلافات بينا كتير، ومن كترها وشدتها فعلا طلقني ورماني عند اهلي. وكمان علشان يغيظني اكتر بعت لي عيالي وقال لي انا هبعت لهم مصروف، اكتر من كده ملكيش وما تستنيش مني اي حاجة. قعدت في بيت اهلي وانا جوايا نار قايدة ان هو طلقني بالطريقة دي. انا يسيبني ويرميني وما يدورش عليا اللي الرجالة كلها كانت بتقف على رجليها كده لما كنت باجي اعدي بس من الشارع، وهو يرميني؟ مش معقولة بجد. انا كان جوايا نار، واللي زود اكتر لما عرفت ان هو راح البيت الجديد من غيري انا والعيال. وانا كنت بحاول اخلي العيال يروحوا له، بس هو ما كانش ابدا بيكلمهم عني في حاجة خالص. بعد كده قلت لازم اكره العيال في ابوها. قعدت اقول لهم لو ابوكم اتجوز عليا واحدة تانية هتعاملكم وحش، ابوكم مش عايز يعيشكم في العز اللي هو فيه ومستخسروا فينا. قعدت اقول لهم كلام كتير قوي، وانا وقفت جنبه وساعدته. ولما ربنا كرمه بقى عنده بيت جديد حلو سابني ورماني وبعنا كلنا. وفضلت اقول لهم في الكلام ده لمدة سنة تقريبا، لحد ما حسيت ان ابني الكبير بدأ فعلا ان هو يكرهه، ما بيحبش كمان ان هو يشوفه ولا يتكلم معاه. بس انا النار اللي جوايا ما كانتش راضية تبرد ابدا. ومع الوقت وانا رايحة وجاية من السوق كان في رجالة كتير جدا كانوا بيوقفوني ويكلموني، واللي كان ضمنهم واحد كان بيحبني من زمان وما كانش لسه اتجوز ولا دخل دنيا. وساعتها لقيته جاي بيقول لي انا مش مصدق نفسي ان انت اتطلقتي، انت عارفة انا كنت هموت واتجوزك. قلت له يا سلام، امال ما تقدمتليش ليه؟ قال لي ده انا كنت في الرايحة والجاية اقعد اتغزل فيكي وعكسك، بس انت عمرك ما بصيتيلي ولا اديتيلي حتى وش. لان الشاب ده يعني بالنسبة لي وقتها ما كانش فيه الصفات اللي انا كنت بحلم بيها في الراجل اللي انا هتجوزه، وما كنتش حاسة ان هو ده اللي في طموحي. احمد كان فيه كل حاجة حلوة بس للأسف مرتحناش مع بعض. ولاني زي اي ست عنيدة قوي وعايزة احس بعد الطلاق ان انا بقى مرغوب فيا، اتجاوبت مع طه وبدأت يعني اني انا افكر فيه بجد. كنت عايزة اغيظ احمد باي شكل، عايزة اكيده، وكنت عايزة اعرفه اني انا ما قعدتش وان الرجالة بتتمنى لي الرضا ارضى. وفعلا اتخطبت واتجوزت بسرعة ودخلنا على طول، بس ما كملتش سنة واحدة واتطلقت تاني. كان بيقولي نفس الكلام اللي احمد كان بيقولهولي، انت ازاي مش مهتمية بنفسك كده؟ ده اللي يشوفك وانت ماشية في الشارع ما يشوفش العفانة اللي انت فيها. في حاجات كتير جدا الستات بتعملها علشان تبقى نظيفة وحلوة في نفسها، وانت ولا نظيفة ولا اي حاجة. انت تكرهي الواحد فيكي، وانا فضلت برضو زي ما انا مش عاجبني تفكيره، وشايفة اني انا مفيش فيا اي غلطة او مفيش حاجة من اللي هما بيقولوا عليها دي. كبريائي وعزة نفسي كان اكبر بكتير باللي هما بيقولوا ده. ومع ده برضو كملت يا دوبك سنة وراح سايبني. كنت متضايقة جدا ومتغاظة ومش عارفة اعمل ايه. وابتدت الناس بقى كلهم تتكلم عليا بعد ما اتطلقت للمرة التانية، لاني احمد لما اتطلقت منه ما اتجوزش وفضل عايش لوحده. لما اتطلقت انا المرة دي كل الناس راحت وكلمته وقالوا له انت كده كده يا احمد ما اتجوزتش، اتجوزها ورجعها تاني لبيتك وعيالك يبقى حواليك، وانت اللي تربيهم بدل ما تروح تتجوز تاني، وبدل ما تشوف حياتها اقعد معاها مرة واتكلموا سوا، ويا رب المية ترجع لمجاريها. ناس كتير اتدخلت ما بيننا، وانا حبيت يعني ان انا فعلا ارجع له علشان خاطر البيت والعز اللي هو كان فيه، وعلشان ما يبقاش اسمي متطلقة. وبعدين خلاص
كل لما اتجوز واحد هيقولي نفس الكلام. قلت ارجع لاحمد وخلاص. قعد معايا فعلا واقتنع بكلام الناس، وجي قال لي: يا بنت الحلال، انا كل اللي عايزه منك بس شويه اهتمام بنفسك وبالعيال وبالنظافه الشخصيه، واموري واللي انت عايزاه قولي لي عليه وانا هجيبهولك وهعملهولك، وما فيهاش حاجه يعني لما تراضيني وتسمعي كلامي. وانا يا ستي هحاول اني انا اجي على نفسي شويه واخلص شغلي وابقى اجي في البيت على طول، وهحاول اني انا ابقى معاكي معظم الوقت. ودي الحاجه اللي كانت مضايقاكي اديني هعملها لك اهو، وكل واحد فينا يحاول يراضي التاني. وهو كلمني وقال لي ان هو هيراضيني وان هو يقعد معايا شويه في البيت انا والعيال، وانا اتفقت معاه اني انا اهتم بنفسي. وفعلا كتبنا تاني ورجعنا لبعض، ورجعت اقعد في البيت الجديد انا والعيال. كنا فرحانين جدا، كنت فرحانه قوي بالبيت، بس الكلام ده ما دامش غير كام شهر بس. بعد ما قعدنا في البيت واتعودت عليه، فكره اني انا اهتم بنفسي دي اتنست خالص، وانا ما بقتش برضو عارفه اعملها، لاني ده طبع ومش عارفه اتعود على حاجه مش متعوده عليها. لا انا عرفت اتغير ولا هو كمان عرف يتغير، وكل واحد فينا رجع تاني لنفس طريقته القديمه. مفيش فرق في حياتنا زي ما كانت قبل كده، بس المره دي بقى هو اتعود على عيوبي وانا اتعودت على عيوبه، يعني احنا الاتنين ما بقيناش نتخانق مع بعض. وفي مره جه قال لي: انت مش هتتغيري يا وفاء، وانا هكبر دماغي ودينا عايشين مع بعض علشان خاطر العيال، وما تستنيش بقى مني اي حاجه تانية. وغير كده فين وفين لما بقى يحصل بينا حاجة مع بعض. لما هو بقى يبقى عايز، كان كتير من الأيام كان بينام في حتة تانية خالص، والموضوع ده كان بيضايقني قوي. تخيلوا واحدة شايفة نفسها جميلة وشكلها حلوة وحاسة بنفسها ان هي ملكة جمال والرجالة كلها بتتمناها، لما تلاقي جوزها مش نايم جنبها هتحس بإيه؟ أكيد طبعا هتحس بنار. هو ده اللي أنا كنت بحس بيه، وللأسف ما كنتش عارفة أغير من نفسي علشان أخليه كويس معايا. وفضلنا على كده فترة طويلة جدا، وحياتنا ماشية وعيالنا بتكبر حوالينا، لحد ما جه واحد من عيال أخوه. هو كان في السجن، الراجل ده كان ضرب واحد واتقتل في ايده وكان في السجن. هو ما كانش قريب من عمه قد كده. طبعا لما طلع من السجن وشاف عمه وعرف اني انا اللي متجوزاه، واتفاجئت ان هو عارفني لما جه يزور عمه، وقال ان انا عارفك كويس قوي، انتي لما كنت بتعدي من الشارع كانت الرجاله كلها بتقف على رجليها. خدتها طبعا بهزار وقعدت اقول له: ابقى بقى قول لعمك علشان يعرف هو متجوز مين. وقعدوا يهزروا ويتكلموا مع بعض، بس الحقيقه ان هو ما كانش في فرق سن كبير بينهم، يعني جوزي كان يعتبر اصغر اخواته زي ما بيقولوا كده. جه غلطه في الاخر، يعني بعد ما كانت امه خلاص مش عايزه تخلف، وكان تقريبا فرق السن بينه وبين عيال اخواته مش كبير. ساعتها ابتدى الولد ده ان هو يركز معاه وبقى يجي عندنا على طول، وما كانش بيقول لعمه يا عمي، كان بيقول له يا احمد. وكل يوم كان بيعمل حجة شكل علشان يجي عندنا، وكتير ما كانش بيلاقي جوزي موجود، بس كان بيقعد معايا وبيقول لي: ما خلاص ابنك بقى راجل ويعتبر هو راجل البيت في عدم وجود ابوه، فمش هيفرق. ومرة على مرة واحنا بنتكلم اشتكيت له من عمه وقلت له قد ايه هو بيعاملني وحش ومش حاسس بيا خالص ومش حاسس بالنعمة اللي في ايده. كان هيتجنن لما سمع الكلام ده، وقال لي: ازاي يعني عمي مش حاسس باللي انت فيه؟ ده انا لو مكانه والله ما هسيبك. وكلام طبعا من ده كتير. الكلام ده اتكرر كتير ما بيننا، اني انا اشتكي له من عمه وهو يقعد يعاكس فيا ويقول لي: والله يا عمي ده ما بيفهمش حاجة خالص. ولما حكيت له القصة بتاعتي وانا اتطلقت واتجوزت تاني والكلام ده كله، يقول لي: ازاي الرجالة دي بتسيبك عادي كده؟ قلت له على العيب اللي كان فيا اللي هما بيقولوا لي عليه، وقلت له ان هما بيقولوا عليا اني انا مش نظيفه. لقيته بيقول لي: انا مش شايف كده خالص، بالعكس انت كل ما باجي بشوفك زي القمر ما شاء الله، حاجه كده يعني ما تتسابش. سيبك منهم، دي رجاله ما بتعرفش تقدر. ومره على مره ابتدى يكون في بينا اعجاب، والاعجاب ده ودى لحته تانية خالص، وخصوصا اني انا كنت بقعد اتكلم معاه واشتكيله من عمه. حتى في العلاقة الزوجية كنت غصب عني بحس اني انا مرتاحة اني انا اتكلم معاه، لان هو كويس معايا على طول. وطول ما هو كان بيبقى قاعد معايا كان بيقعد يبصلي كده ويقول لي كلام حلو قوي، والزن على الودان طبعا امر من السحر. كلامه ده فعلا قدر يأثر فيا، وابتديت اني انا اتجاوب معاه. ومرة من المرات، والمرة دي كان ابني موجود معانا، حصلت ما بينه وما بينه علاقة. ابني كان عارف كل حاجة، من كتر ما هو كان بيكره ابوه ما كانش بيفكر ابدا في الموضوع ده. عمر ما قال لي: انت ازاي بتكلمي واحد غير ابويا ولا بتحبي حد على ابويا؟
كنت بسيبه يقعد مع اخواته، وكنت بدخل انا وهو على اوضة النوم. كنا مع بعض دايما، وحصلت بينا علاقة كاملة اكتر من مرة. كل ده وابني كان بيبقى موجود معانا، وهو اللي كان بيأمن لنا الطريق. كنت بتكلم معاه وبقوله اني انا بحبه، وما كانش بيزعل مني ولا اي حاجة. لحد مع الوقت ما كنتش عارفة اعمل ايه. كنت خلاص كرهت احمد جوزي، كرهته جدا، ما بقتش احبه. حتى وجوده في البيت ما كنتش بحبه. حتى كلمة ان انا مراته دي كرهتها جدا بصراحة. الصراحة ابن اخوه خلاني انسى الدنيا كلها، وكنت بتمنى اني انا ابقى مراته هو، وما بقتش عايزة احمد يبقى موجود في حياتي خالص. بس ما كنتش عارفة اعمل ايه. اتكلمت مع ابن اخوه في الموضوع ده اكتر من مرة، وهو كان بيقولي انا عايزك تطلقي منه وتسيبيه. قال لي اكتر من مرة الكلام ده، بس انا كنت بخاف من حاجة واحدة بس، هي من الفقر. قلت له ما تزعلش مني، انت ظروفك المادية مش حلوة. طب لما اتطلق ونتجوز انت هتصرف عليا ازاي؟ هتعرف تجيب لي الحاجات اللي هو كان بيجيبها لي؟ ساعتها هو سكت وما اتكلمش. في اللحظة دي كان ابني موجود معانا، ولقيته بيقترح علينا اقتراح انا نفسي ما فكرتش فيه. ولقيته بيقول لي طيب وفيها ايه لو تقتليه؟ قلت له ايه؟ قال لي تقتليه. لو قتلتي ابويا ساعتها كل العز والفلوس دي كلها هتبقى بتاعتك انتي وبتاعتنا، وتتجوزي ابن اخوه وتعيشي معاه. ايه المشكلة يعني؟ ما كنتش متخيلة ان ابني بيكره ابوه للدرجة دي. انا زرعت جواه كره لابوه، ولا هو بيكره ابوه علشان سبب تاني ولا ايه؟ المهم وقتها انا فعلا انا وابن اخوه الفكرة بتاعته دي عجبتنا قوي، وقعدنا نفكر فيها انا وابن اخوه. بس مش عايزين حد يعرف ان احنا ورا الموضوع ده، ومش عايزين يحصل لنا اي مشكلة. وبدل ما نخش انا وهو دنيا نروح حبل المشنقة. قعدنا نفكر في اي فكرة جديدة، والموضوع ده خد مننا وقت كبير قوي لحد ما وقعنا على حتة فكرة علشان نخلص منه. وهعيش مع ابن اخوه العمر كله بفلوسه طبعا، وانا كنت مبسوطة وسعيدة جدا. هو ما عملش حاجة تخليني احبه، ما عملش معايا اي حاجة تخليني اخاف عليه ولا حتى ازعل علشانه. بالعكس، كل حاجة معايا كانت وحشة. الحاجة الوحيدة اللي كانت حلوة هي بس فلوسه، وهي دي اللي انا هاخدها منه بس. ومن هنا رسمنا الخطة، وقعدت اشتكي له قد ايه ان المرتبة بتاعتي مش حلوة وكانت مضايقاني. وقال لي يا ستي عادي، جيبي مرتبة جديدة وانا هدفع لك حقها. قلت له ماشي، هاخد معايا ابنك واحنا بنجيبها. قال لي شوفي اللي انت عايزاه واعمليه. جبنا فعلا المرتبة الجديدة والناس كلها شافتنا واحنا جايبينها. بس قبل بقى ما نرمي المرتبة القديمة كنت مرتبة انا وابن اخوه وابني القصة كلها. ابن اخوه جالي زي ما بيجي لي كل مرة، بس المرة دي جالي وجوزي كان موجود في البيت. حطيت له المنوم علشان نعرف نخلص عليه. بعد ما نيمته فضلت قاعدة مستنية ابن اخوه علشان يجي. بعد ما كلمته في التليفون اتصلت عليه، وهو جه وكان معاه العربية اللي هننقل فيها المرتبة، وفعلا جه. وساعتها قعدت انا وهو الاول ناخد راحتنا يعني شوية في الكلام، وطلعت علشان اشوف ابني. لقيت ابني حاطط السكينة في صدر ابوه، هو اللي بدأ. وبعدها كل واحد فينا ضرب ضربة وخلصنا عليه، وحطينا الجثة جوه المرتبة ولفينا فيها. وطبعا شلنا المرتبة بحالها كده وهو كان جواها، ورحنا رميناها. وعادي جدا جايبين مرتبة جديدة وبنرمي المرتبة القديمة. وكنا مفكرين ان مفيش حد هيوصل لنا، وان ممكن المباحث والنيابة يعرفوا عننا اي حاجة. اللي خد المرتبة ورماها هو ابن اخوه، بس كان مع واحد تاني في العربية اللي هو جابها دي، واخد مني 10,000 جنيه علشان يديهاله. وبعد كام يوم بلغنا ان جوزي مش موجود، وانا مش عارفة هو راح فين، وان هو نزل البلد علشان خاطر في واحد هيكلمه تبع الشغل. بس اخواتي مصدقوش وقالوا ان هو عمره ما بات بره البيت، وقعدوا يدوروا عليه وقلب الدنيا عليه، وعملنا بلاغات وكل حاجة كانت تمام. كنت قاعدة بقى بمثل ان انا منهارة وبعيط، وانا زعلانة ومش عارفة هو راح فين وكل الكلام ده، لحد ما في حد شاف فعلا الجثة جوه المرتبة اللي كان كلها دم. ولما عرف ان هو ده جوزي وتعرفنا عليه طبعا احنا واهله، وعملوا التحريات بتاعتهم. وكنت حاسة ان هم شاكين فيا، بس انا كنت دايما لما باجي اتكلم كنت بمثل كويس قوي. لكن واحنا بنعمل بقى الجريمة دي ما خدناش بالنا من حاجة كانت حاجة مهمة جدا، وهي كاميرات المراقبة اللي كانت جايبة لقطات كتير جدا. والمرتبة محطوطة في العربية معايا، وكمان جايبة الناس وشكلها ورقم العربية وكل حاجة. وكمان في ناس في الشارع قالوا ان هم كانوا بيشوفوا الراجل ده
وهو كان بيتردد على البيت، وطبعا عمه ما كانش بيبقى موجود، وساعات كان بيبقى موجود وحاجات كتير قوي. واول بس ما ضغطوا علينا شوية اعترفنا واخدنا احنا الاتنين اعدام، وابني ما اخدش اعدام لان هو كان سنه صغير، رغم ان الفكرة كانت فكرته والكل ما كانش مصدق ان دي فكرته، رغم ان هو حكى فعلا اللي حصل بالظبط، وهو بجد اول واحد كان حاطط السكينة في صدره. مش عارفة انا ازاي وصلت للنقطة دي، كان كل هدفي هو الفلوس والطموح. عقاب ربنا يا جماعة كبير قوي، وانا اللي استاهل اساسا اللي انا فيه دلوقتي. وبكده تكون قصتي خلصت معاكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هستنى بقى رايكم في الكومنتات، وقولوا لي رايكم انا كنت اتصرف ازاي، هل ده تصرف صح ولا غلط؟